كريم، كنت فاكر ان الراحة هو انك تبعد عن اي حاجة وجعتك. لما حصل ليا مشاكل في الشغل والناس بقت بتستفزني، قررت ان انا لازم ابعد. قفلت الموبايل وبطلت ارد على الناس، قلت لنفسي انا محتاج راحة. اول اسبوع كان فعلا هادي، بس بعدين الهدوء ده بقى خانق. بدأت أهرب في حاجات تافهة، يعني كنت بفتح فيسبوك واقعد سكرول على حاجات ملهاش لازمة، أضحك على فيديوهات ملهاش معنى، وأقول لنفسي أنا مرتاح كده. بس الحقيقة أنا كنت ببني سجن اسمه الراحة الزائفة. بقيت أخاف من التفكير، بخاف من المواجهة، بخاف حتى من نفسي. كل مرة كنت أحس بحاجة جوايا بتوجعني، وكنت بختار طريق الهروب، لأن الهروب كان بيطمني، بس كان بيموتني بالبطيء. لحد ما في يوم وأنا قاعد لوحدي سمعت صوت في دماغي بيقول انت لسه عايش ولا انت بس بتتنفس. ساعتها بصراحة فهمت ان الراحة اللي كنت بدور عليها مش الراحة دي كانت غيبوبة. الراحة الحقيقية مش في انك تبعد عن اللي وجعك، لكن انك تبص دي وتقول وجعتني، بس مش هتهرب من تاني. المواجهة مش سهلة، بس بتفوقك، بتخليك تحس من تاني، تضحك بصدق. وخد بالك، ممكن تبان هادي وانك ما بتتكلمش ومحدش مضايقك، بس جواك حرب، وانت اخترت تبقى المتفرج بدل ما تبقى المقاتل. دي مش راحة يا صاحبي، ده اسمه استسلام ناعم وعفن صامت، اسمه الراحة الزائفة. أنا كريم كنت فاكر إن الهروب علاج، بس اكتشفت إن الراحة الحقيقية مش بتبدأ غير لما توقف الهروب. ايه هي أصلا الراحة الزائفة؟ تعالوا بينا نبسطها بالراحة. الراحة الزائفة دي ممكن تبدأ بتأجيل مكالمة، انسحاب من حوار، رفض شغل جديد بحجة إنك تقول مش دلوقتي. كلمة مش دلوقتي دي بتتحول لحياة كاملة، بتكون محور الكون بتاعك اللي بعد كده بيجي وراها ولا دلوقتي ولا بعدين. أوقات بنقنع نفسنا إن إحنا محتاجين هدنة من التعب، وده طبيعي، إحنا بشر وبنحتاج إن إحنا ناخد راحة من الحياة. بس بننسى إن الهروب ملوش آخر. كل مرة هتهرب بتسيب جزء منك وراك لحد ما بتكتشف إنك بقيت فاضي. الراحة الزائفة هي أكتر حاجة مؤذية، لأنها مش مؤلمة، هي مريحة جدا، بس بتموتك وانت ما بتحسش. الناس بتبقى شايفك هادي، بس الحقيقة إنك خلاص مبقتش قادر تواجه. في حاجات بنسميها راحة، بس هي في الحقيقة بتكون هروب. بنسكت علشان نرتاح، وبنبعد علشان نهدى، وبنضحك علشان محدش ياخد باله إننا بنغرق. بس الغريبة بقى إن الراحة دي مش راحة، دي زي مسكن بيخدرنا شوية، بس الوجع بيرجع أقوى بعدين. يمكن علشان إحنا اتعودنا نهرب من اللي وجعنا بدل ما نفهمه. اتعودنا نبرر لنفسنا يا عم مش مهم، يا عم عادي، مش مستاهلة. لكن الحقيقة كل مرة بتسكت فيها بتدفع من سلامك النفسي تمن مشاعر مكبوتة وديون نفسية تتراكم عليك. وبعدين الراحة ايه الراحة دي؟ الراحة اللي بتخليك فاضي من جواك، اللي بتخليك بتبتسم بس علشان الناس، وتعيط أول ما الباب يتقفل عليك.
احنا محتاجين نعيد تعريف الراحة. الراحة مش في انك تبعد عن الناس اللي وجعتك، لا، الراحة انك تفهم هم ليه وجعوك وليه سمحت ليهم ان هم يوجعوك، وتقرر انك المرة الجاية مش هتسكت. الراحة الحقيقية مش في الهروب، الراحة في انك تواجه، في المواجهة. الراحة الحقيقية مش في انك توقف الدنيا حواليك، لكن انك توقف قدام نفسك وتقول انا تعبت بس مش ههرب. يمكن المواجهة بتوجع، بس على الأقل هتحس انك عايش. وخد بالك، مش كل راحة بتريح، ومش كل هدوء بيكون سلام. أوقات الصمت بيبقى أكبر علامة على إنك بتضيع ببطء. وافتكر دايما، الهروب مش راحة. الراحة الحقيقية هي لما تبص لنفسك في المراية وتقول أنا هنا ولسه مكمل. كانت معكم نورهان حسن من بودكاست لما، ويا رب يكون البودكاست عجبكم، واشوفكم في بودكاست جديد. باي باي.